صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتسمع الفيديو. اول حاجه احب اشكر كل اللي دعمونا من خلال المسلسل ده، واخواتنا اللي اتشرفنا برايهم في الحلقات. شكرا جدا جدا لكل واحد فيكم. تاني حاجه احب اقدم اعتذار بالنيابه عن تيم جسور كله، في ان اخر 3 حلقات ما كناش منزلهم في المواعيد بالظبط، بس والله كان خارج ارادتنا. النهارده الشيطان خلاص مفكوك ورايح يشوف شغله، مش هيكون موجود الحمد لله. بس انا جاي اقول لكل واحد بيسمع الفيديو كلمتين من اخ لاخواته. الفكرة من المسلسل ده إن كل واحد فينا يشغل دماغه ويفكر إحنا بنعمل الغلط ليه، وهل الحاجات الغلط اللي بنعملها ملهاش بديل؟ كل الحلقات كانت بتدور على شيء واحد، إننا إحنا اللي بنعمل قيمة للغلط، وإن الوسوسة بتاعة الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء إحنا اللي بنخليها تشتغل. كلنا حرفيا نقدر نمنع نفسنا من الغلط حتى لو كل يوم بنعمله. لسه في شمعة منورة جوا كل واحد فينا قادرة تخلينا نرجع. أهم حاجة إننا نفكر بجد ونعمل اللي علينا. الشيطان لو كان صح ما كانش هيبقى فيه نار ولا حساب. فكر بعقل. واللحظات الغلط اللي بتحس فيها باستمتاع لو كانت صح، تخيل لو كانت صح، هل كنت هتعملها في الدرة؟ جوا كل واحد صوت عايز يفوقه، بس احنا اللي في ايدينا الكنترول. نسمع لمين ونعمل ميوت لمين. واثبات كلامي، اول ما بتعمل الغلط وتقعد بقى كده خلاص الشيطان عمل مهمته، يجيلك بقى جواك كده صوت الذنب، صوت انك غلطان وان يا ريتني ما كنت عملت كده والكلام ده كله. لو انت قدرت مع الوقت تتحكم في ان الصوت الصح جواك هو اللي يتكلم، هتبقى حاجة تانية. وكل ده بحاجات بسيطة جدا. اول حاجة اللي المفروض انها ما تبقاش نصيحة، اهم حاجة فرض الصلاة. الصلاة بتعلمك الهدوء والانتظام والطهارة، وبتجيب لك الرزق، وبتتعلم كلام ربنا، ودايما هتلاقي نفسك محبوب وسط الناس كل ما تبقى قريب من ربنا. واهم حاجة تتعلم انك تفصل دماغك 5 ثواني بس. لو هتعمل الغلط غمض لمدة 5 ثواني وفكر في ربنا وفي صوت الذنب اللي هتسمعه بعد الغلط. هتلاقي نفسك تلقائي ما عملتش اي حاجة غلط. واهم حاجة ابعد عن اي حد يقولك احنا مش ملايكة ولا شيوخ ولا بتاع احنا شباب ومن حقنا نتمتع. ولكل اخت بتسمع، اعملي حسابك انت تقدري تبقي على الموضة وجميلة وتتفسحي وتعملي كل اللي نفسك فيه، بس وانت محافظة على كرامتك وحافظة على جسمك وعقلك. لا اللبس الضيق هيخليكي احلى، ولا انك تبقي بتتكلمي بطريقة غلط هيخليكي اصيع. وشغل بقى مش هيتاكل حقك. كلنا عارفين الصح وكلنا عارفين الغلط، بس كلنا فينا عامل مشترك، اللي هي اللحظة الحلوة مش بتتكرر مرتين. فيلا نعمل مصايب بقى، وابواب التوبة دايما مفتوحة وهي وليلة. مفيش الكلام ده. محدش فينا ضامن كل لحظة هتبقى شكلها عامل ازاي، ومحدش فينا عارف توبته بتتقبل امتى بالظبط. كمان هقولك اخر نصيحة، لو لسه بتغلط مش مشكلة، ولو مدمن على شيء معين مش مشكلة برضه، بس خلي الصلاة والتسبيح في يومك اساسي. وخلي دايما نفسك مسحول في شغل علشان دماغك ما تفكرش في حاجة تانية. خلي في باب موارب، على الاقل باب واحد يكون بينك وبين رب، هو اللي بترجع فيه لربنا. باب. خلي دايما نفسك مسحول في شغل علشان دماغك ما تفكرش في حاجة تانية. اشتغل طول اليوم صبح وليل، خلي دماغك واقفة بس في وقت النوم، هتستفاد فلوس كتير. خليك دايما وسط ناس صح، على الاقل عيلتك. ما تقعدش لوحدك كتير عشان الشيطان ما يعرفش يستفرد بيك. اقرا قرآن كل لما تعرف، ما تعملش وقت محدد، لا كل لما تفضى شوية وفي ايدك مصحف اقرا اي سورة اي آية، واقرا بتركيز زي ما بنتفرج على الافلام كده. اقرا قرآن. القرآن هو كلام ربنا لينا. تخيل ربنا بيكلمك وبيديك نصايح وبيعلمك، انت مش عايز حاجة تانية. وكل اللي انا قلته مش هيضيع عمرك ولا هيضيع شياكتك ولا وقت استمتاعك خالص. شوف، في ناس مشاهير بتلف العالم وعايشين حياة خيال، وفي نفس الوقت عاملين حساب لربنا ومديين وقت لكل فروضهم. اسف للإطالة، واخيرا وليس اخرا، شكرا من قلب تيم جسور لكل من وصل للحظة دي. شكرا لكل واحد فيكم بجد، واتمنى نكون وصلناكم لجسر فيه فايدة. وانتظرونا في افكار تانية كتير باذن الله. وما تنسوش الكل يقول رأيه، والكل يقول لو في فكرة عايزين مننا ان احنا نعملها قولولنا عليها. مع السلامة.